راح نتابع تفاصيلها، ولكن اولا نستقبل صاحبة الدعوة رندا زين الدين. اهلا اهلا ست رندا، كيفك؟ تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي الله يخليك. هيك مترددة شوي جاي على مهلك؟ لا انا كلاس شوي بكل تواضع. حلو التواضع، انا كلاس ومتواضعه. يا اهلا وسهلا فيك على كل حال. انا بشكرك على ثقتك وبشكرك على يعني هالمبادره اللي انت فيها، مش بس تجاه البرنامج بس ايضا تجاه هنادي. في قصه انت وهنادي بدي اخبرها للمشاهدين. رندا وهنادي تربطهم علاقه صداقه حميمه جدا وعلاقه عائليه ايضا، لانه هنادي تصغرها لرندا ب7 سنوات، وهنادي بتكون بنت اخت زوجة لرندا. صحيح. اسرار بين بعضهم، ستات بيقعدوا بيحكوا. كمان هنادي متزوجة مطلقة. بعد فترة من العلاقة الطويلة بين رندا وهنادي بتنفصل عن زوجها رندا، ولكن علاقتها مع هنادي تستمر قوية مثل ما كانت. بيتبادلوا الزيارات، جيران حد بعضهم بنفس القرية بلبنان. ذات يوم كانت هنادي بزيارة عند رندا، عند أهلها لهنادي. حبيتي ايه كنتوا مع بعض. نحن ضيعة كلهم. بصير في دوشة بالخارج وعياط وصريخ، اولاد عم يلعبوا. شوي بتطلع صرخة، بفوت ابنها لرندا واجره مجروحة، ما هيك؟ شو صار؟ اللي صار انه بنت هنادي بعدته على الدكانه، ووقع هو وجاي من الدكانه، فبيشوفوا بيو وهو مدلله كثير، بيزعل لانه نازل دم ومجروح منيح يعني. وبيشوفوا خيه هو وقع، ما حدا ضربه؟ لا. وشو دخل زينب؟ لانه طلع ابنك ضربها لزينب. شو السبب؟ زعل على خيه انه ما تبعتيه على الدكانه. ولد قديش عمره؟ يعني اللي انضرب قديش عمره؟ والكبير قديش عمره؟ الكبير لا الصغير اللي راح عمره كان شي 9.5. والكبير 13.5 14 تقريبا. اخذ على خاطره انه خيه مجروح، طلع ما منه عارف شو فيه، انه هو طلع زينب ضربته، انه عصب وليش عملتي هيك وما بعرف شو. بتجاوبه هي شوي بحديه. وبتعرف الشاب ما بيبقى الولد الصبي يعني غير البنت. البنت نعومه، البنت نعومه والصبي بيبقى زفر وكبير. فما بعرف هيك لكشة وقعت على الارض كمان. سقط الحجاب. طلعت هنادي لبرا، شافت المشهد. الويل والصبور. طار عقلها هنادي، شافت بنتها بالارض والحجاب ساقط عن راسها. ما تمالكت اعصابها. يبدو انه بنقولها باللغه العربيه شربحت. بنقولها باللبناني شربحت. انه حكيت البلد تحكي، شتمت كل الحي، شتمت الجميع، ورندا وزوجها واولاد رندا والى اخره. ابعت معها واخذت بنتها ومشيت. من وقتها صار في قطيعه. هي قديش عمرها القطيعه؟ شي سنه وشوي. هي عادت تتصل بعد ما رجعت نفسها. عادت اتصلت فيي ويعني عم حكيتيها؟ كلمتيها؟ كلمتها بس كنت ناشفه شوي، انه انا انزعجت من الجو. انه بعد 19 سنه مفترض اقل شيء انه يصير في بيني وبينها خلاف اولاد يعني. انه تعي مثلا انه اوكي ابنك ضرب بنتي، بتقول لي بفسخوا 100 شقفه. بس يعني. انا فهمت انك انت انبتيه لابنك. أنا أنبته كثير، أنبته بدون معرفتها هي. بس كل هالفترة العلاقة مقطوعة. نعم. هي ما عرفت تحاول تحكيكي. هي مرة بعتقد كنت طالعة أنا صوب حدبت أهلها، يعني عم بمشي على الطريق صوبت أهلها، بتصور رمت علي وقت قالت لي مرحبا أو بونجور أو شيء، أنا ما انتبهت، فاعتبرت هي إنه أنا ما بدي رد عليها. وصار في كمان ناس تاخذ اخبار وتجيب اخبار، يعني بتعرف المحبين وسعوا الفجوه. فجوه. انت هلا رجعتي بصحوه، ما بدي اقول صحوه ضمير، ولكن بشوق الى هنادي. حبيتي انه خلاص تقلبي على الصفحه. انا مشتاقه لها من زمان. يعني واخترتي انه يكون هالبرنامج هيدا هو الوسيله. صح. فانا بشكرك. نحن من جهتنا، انا من جهتي بعت الدعوه لهنادي الى بريتيل. راح ساعي البريد سلمها الدعوه
بدنا نشوف اذا كان قبلتها. نطلع سوا هالشاشه. هاي جورج، اليوم مشوارنا شوي بعيد، رح نطلع على البقاع بمنطقة اسمها بريتيل لحتى نقابل هنادي مظلوم. جورج، نحن هلا وصلنا على بلدة بريتيل حد بيت هنادي مظلوم. مرحبا. اهلا. حضرتك ست هنادي مظلوم؟ اي نعم. انت ربيتي اولادك بلا مسانده من حدا؟ ايه مظبوط. بتقبلي دعوه من استاذ جورج ارداحي؟ اكيد بقبل. تفضلي. انا قبلت دعوه الاستاذ جورج ارداحي. إذا مثل ما شفتوا هنادي قبلت دعوتنا، بدنا نرحب فيها وهي صارت خارج الاستوديو الآن. بس هيك تذكير للي ما تابعوا القصة من الأول، بدي أخبركم أنه في معنا رندا من الجانب الآخر هي اللي بادرت إلى دعوة هنادي. صار في خلاف بين الاثنين سببه خناقة أولاد بين بعضهم، وتطور الخلاف شوي، حكي الناس تباعدوا، كانوا صديقتين حميمتين مع بعضهم وفي قرابة يعني بين بعضهم ومن نفس القرية من بريتيل في منطقة البقاع في شرقي لبنان. بدنا نستقبل هلا هنادي ونسمع رواياتها. رحبوا معي بهنادي. اهلا بهنادي. اهلا وسهلا. كيفك هنادي؟ تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. متردده ومش عارفه وين رايحه، شو جايبك على الاستديو لهون؟ جاي لعندك ولا استاذ جورج؟ معقول يعني؟ اهلا وسهلا فيكي، بتشكرك على قبولك الدعوه من دون ما تعرفي شو في وراها الدعوه. انا اللي بتشكركم، وكنت احلم اني اشوفك. تسلمي والله. على كل حال شو عم تعملي بالحياه؟ عم بربي طفلين، عندي ولدين. نعم الله يخليهم. بتشتغلي شيء؟ لا. لا. ما بشتغل. وديش عمرهم اولادك؟ 16 15. بنتي 16، ابني 15. بنته صبي. شو اسمها بنتك؟ زينب. اسم الله، الله يخلي لك. موجوده معي، جبتها معي. اجت معك يعني زينب؟ ما بتركها وما بتتركني اصلا يعني. ايه الله يخليك. يعني جيت على مصر جبتها معي يعني. ايه. قولي لي شغله هيك، انت ما شكيتي ليش داعيينك؟ ليش جورج ارداحي دعاكي على استوديو بمصر؟ هلا بصراحه في اكيد طبعا شكيت يعني في هلا في توتر عندي خوف. اكيد. شو اعتقدتي مثلا ممكن يكون؟ وقت جاني الاتصال وقالوا لي انه الاستاذ جورج انه دعيك، بصراحه ما صدقت يعني. من فرحتي انه ما صدقت يعني. فكرت حدا عم يعمل مقلب فيا او شيء. صرت اقول لها لهنادي مع انه بتسلم عليك، طلبت مني انه اقول لها انه بتسلم عليك كثير السلامات، هنادي عيسى. نعم. صرت اقول لها لك انا عم بحلم، تعي قرصيني او حقرص حالي لشوف مزبوط. يعني من فرحتي انه انت استاذ مشهور وكبير وكل الناس بتحبك، حبيب الملايين كلها بس يعني. انا يعني بتامل انه ما خيب لك املك يعني. هو ظنيتي انه بكون في مسابقات او شيء ولا؟ هلا بالبدايه هيك. ايه. بس بعدين صرت غير اسال بدي اعرف شو البرنامج، قالوا لي تكون مسامح. طب ما بعرف يعني. ايه. ما شكيت، ماني شاكه باي شيء يعني. هو الحقيقه بهالبرنامج انا مني الا وسيط. يعني انا في ناس هن بيلجأوا لنا ونحن بناخذ المبادره بدعوه الاشخاص الاخرين اللي هن بيحبوا يشوفوهم وبيحبوا يحكوهم. بقى معقول تكوني شاكي بحدا دعاكي انت؟ بصراحه لا. ما مش شاكي بحدا؟ عندك خلاف مع حدا؟ ما بعرف شو اخبار زوجك، شو اخبار كيف حياتكم؟ شاكي بحدا؟ لا. هلا بالنسبه لزوجي او الاولاد او بيهم او ربهم، لا ابدا. لانه انت منفصله عن زوجك ما هيك؟ من 12 سنه يعني. من 12 سنه يعني صار
يعني ما بعرف عنه اي شيء يعني. ما بيعرف، حتى الاولاد ما بيعرفوه يعني، مش انه بعده عايش بنفس الضيعه هو؟ لا، هو منطقه ضيعه ثانيه يعني. ضيعه ثانيه من منطقه ثانيه. يا ستي بدك تعرفي مين دعاكي اكيد. اكيد هلا حدا دعيني يعني. لذلك بدي منك تطلعي بهالشاشه وتشوفي. طيب روحي لعندي تروح لعندك ايه؟ تجي لعندي كيف بدها تعذبك على مصر؟ لا مش نشوفك، تعرف عليك. كيف بدها تجيبك على مصر؟ تأثرتي بس شفتيها. تأثرتي بس شفتيها. بتحبيها ها؟ ليكي هيدي رندا هي اللي وجهت الدعوة. هلا هي حبيبة قلبي من 20 سنة. بس لكم سنة ونص ما بتشوفوا بعض، ما بتحكوا مع بعض. كان عمري 14 سنة كنت عندها يعني. اكل واشرب ونام انت بتكوني بوجعي هي تحس يعني. كانت هي صديقتي ورفيقتي يمكن اكثر ما تكون مرت خالي. يعني حتى اذا بتختلف هي وخالي لا انا بوقف من يمها وصار لان هي صديقتي. هي حبيبتي صديقتي ورفيقتي يعني. بعثت لك رسالة، بدنا نسمعك اياها الرسالة. يعني بدها 10 دقائق بتكون عندي في البيت. بس هلا صار في انه طيب يعني صار في شغله هي ما بتستاهل. نحن وظيفتنا بهالبرنامج انه هيك لما يكونوا الناس حتى لو كانوا قراب من بعض والباب بالباب وما عم بيحكوا مع بعض، نحن نقرب المسافة أكثر بيناتهم. هذه وظيفتنا. بقى بدك تسمعي الرسالة؟ شعر بتبكي؟ بتبكي يعني. تشوف هاتي نشوف نقراها على الجالس. صديقتي الحبيبة هنادي، افتقدتك كثيرا وافتقدت جلساتنا معا وذكرياتنا الحلوة التي لا يشاركنا فيها أحد. لقد مر أكثر من عام ونحن متخاصمتان بسبب لعب العيال. ونحن متخاصمتين كتبتها هي. وكان كل شيء يمكن أن يمر بهدوء لولا الكلام النابي الذي صدر عنك. لا أعرف كيف طاوعك قلبك لتقاطعيني بهذا الشكل وأنا لم أجرح خاطرك بشيء. وإذا كان أولادنا قد ارتكبوا خطأ فقد عاقبتهم وأنبتهم، وابني لم يخلع حجاب زينب كما ظننت بل كان يساعدها على النهوض لا أكثر ولا أقل. أنا جئت اليوم إلى البرنامج المسامح كريم لأدعوك كي نبدأ صفحة جديدة، فأنت غالية على قلبي أمس واليوم وغدا. دعينا نثبت أن ما بيننا أكبر من أي خلاف والمسامح كريم. هلا شو مكبرتها هي معظمتها؟ أم علي ست الكل يعني، هي حبيبة قلبي وصديقتي ورفيقتي و كنت طيب تشكي لها هم. ليش هالجفا؟ هلا اي شخص يحط نفسه مكاني. اوكي انا بنتي صبيه، هلا صار في سوء تفاهم مش لا يعني لما انا اسمع صوت بنتي عم تصرخ بس كثير. انت ما قصرتي فيهم، نشرتي بريطانيه القتال والضيعه لا مش بيمشي الدرجه يعني يعني هلا انا اللي كلام نابي يعني. انا جاي كنت سمعت بنتي عم تصرخ بالدار عند اهلي عم تصرخ. ابن جيراننا بيقول لي انه بهاء عم يضرب بنتك. هلا حتى لو وصلت لعند بنتي شو شفت انا شفت بنتي على الارض. هلا هو التاني كان عم بيساعدها عشان لها الحجاب، عم بيساعدها عم وقع الحجاب منها. هلا وقت انا اللي شفت هيك انه اوكي خلينا نعتبر انا طب ابنها ما بمون عليه، بمون عليه وبكونه هو ابنها من جيل بنتي في بس شهرين بيناتهم، بس بالجتي وبالطول مبين اكبر، بين عمره 20 سنه. هلا وقت شفت انا بنتي هيك طفله وكذا وقعني على الارض هلا قد ما كان شوري صعبت عليك. يمكن انا تحديت الدنيا كلها ومتحديه الكون كرمال اولادي كرمال بنتي. يعني يمكن انا الشيء اللي مر علي هي قادره فيه وبتعرف العذاب والايام اللي انا مريت فيها بس كرمال بنتي. هلا وقت شفت هيك بنتي هلا عيطت ولا شيء، اخذت بنتي ودورت سيارتي نزلت على البيت وقمت دق لها تليفون. هلا انا عم دق لها تليفون بدي اشرح لها شو صار يعني وبدي احكي لها. هلا هي مثلا اوكي ببيتها كانت ما شافت اي شيء، ما كثير يعني تجاوبت معي انا ما عم بقول لها لا تضرب ابنها، اكيد ما بقبل، بس عم بحكي لها عم بوضح لها شو صار.
ما كتير هيك يعني عملتني انه بجفا شوي، انه عادي يمكن بساعة الساعة كان بعده ابنها كمان فايت وعم يحكي لها، يمكن سمعت صوتي، البيوت قريبة لبعض. ثاني يوم مدري بعد بيومين راح لعند اهلي، بلتقي فيها برمي عليها وقت، هلا ما ردت، شي مرتين لما برمي عليها وقت ما بترد، قلت يمكن الظاهر تكون هي مش منتبهت لي. ايه هلا صار في دخل يعني بتعرف، بس يكونوا اثنين بيحبوا بعض متفقين الا ما بينطروهم لحتى شوي والجيران وكذا. هلا صار يوصلني انا حكي، ما بعرف هي شو اذا يوصلها ولا ما يوصلها، بس انا صار يوصلني لإلي حكي، قمت خلص قالت ما بدي، انا ناطره يمكن المبادره منها وهي ناطره المبادره من عنده، وبعرف انا هي بتحبني كثير وانا كثير بحبها ونديها بالدنيا. منيح اللي فيها البرنامج، بس منيح فيها استاذ جورج رداحي. منيح اللي كل وحده ناطره الله يخلينا اياك تاج راسنا انت استاذ جورج، عن جد تاج راسنا يعني. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم. يلا خلينا نشوف القصه، يعني ما بتستاهل بيناتنا. القصه فكرناها كثير كبيره، طلعت سهله، مسألتكم هينه جدا. يا ست رندا قولي لها شي كلمتين هيك على قدام هالناس، قدام اهل بريتيل على القليله. هلا ست رندا معنا موجوده؟ ست رندا هي بالجانب الاخر، انت شفتيها كاميرا اخذتها يا حاب الجانب الاخر، يعني فيها الحاجز بينك وبينها. طيب تعي قومي لعندي. خلص اذا مستعجلين قولي المسامح كريم تنفتح لك هالستار. يلا. اكيد المسامح كريم يعني. انا اصلا بتشكرك. طيب انا بدي رندا تقول لك ليش ما عادت حكيت معك، بعدين نفتح الستار. لا ما حكيتي معي. لما رميت علي وقت، عم تقولي رميت علي وقت، ما انتبهت، ما ابدا. لو اني سمعنتك كنت سلمت عليك اكيد، وكنا عملنا كان مش الحال، بس ما انتبهت، يمكن مره او مرتين ما بعرف. ومثل ما قلت العالم دخلت بيناتنا كثير. انت بتعرفي انه كثير ناس كانوا حاسدتنا على صداقتنا وما بدهم ايانا نكون مبسوطين وبدهم ايانا نكون مع بعض، فاشتغلوا فينا. يمكن نحن محقوقين، ما كان لازم نصدق، ما كان لازم كنا نكبر عقلنا. على كل حال انا بقدر موقفك لو الشغله بالعكس صايره، يعني لو انا ابني اللي بنت وابنك اللي صبي وصاير هالشيء، طبعا البنت ناعمه ورقيقه ولازم تتعامل بلطافه، اكيد انا ما بقبل. بس بتعرفي انه هن بالنهايه اولاد يعني، والشاب اول طلعته غشيم وهيك طلع معه، مع انه هو كثير بحبها لزينب، وبتعرفي انت هالشيء. هلا صار سوء تفاهم وبدنا نمحي الماضي، وانا اشتقت لك. قناصه لو قناصه. لو اشتقتي لي بتجي لعندي يعني. انه في انا ما بروح ما رحت لعندك، انت بتعرفي يعني مثلا ما انت اصغر منها كده تروحي لعندها. لا ما هي مربيتني. ما هي لانه مربيتك بتروحي لعندها. يلا افتحي هالستار، قولي المسامح كريم، ما في خلاف، نفتح الستار. قولي المسامح كريم. المسامح كريم. ايه خلص. يعني بس تأتي لا بنتي. شفتوا يعني كان بيكفي هيك مبادرة بسيطة لحتى ترجع العلاقة. كيف بدنا نشوفك؟ كان فيك تعمليها ببريتيل. كيف بدنا نشوفك؟ شوفيني شفتيني هون ببريتيل، ببذلكم ببريتيل ان شاء الله. على راسي. على كل حال شرفتونا. هلا بدكم ترجعوا سوا ان الله راد، موفقين وخلص، ما بدنا نتخانق على شغلات سخيفه. وانتم قصتكم انتم صحيح انه ما فيها هالخلاف الكبير والعميق، ولكن مثال على انه الانسان بيضيع وقت لما ما بياخذ الامور شوي هيك بمحبه ببادر. ما منيح لي بادرتي، انا بهنيكي. شكرا يا ام علي. شكرا. انا كثير بتشكركم، بتشكر البرنامج. انا من زمان كنت بتمنى انه من سيربح المليون شريك معنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جوزوني اهلي كان عندي 16 سنه. يلا ان شاء الله بشوفكم على خير. ان شاء الله يا رب.